يا صباح الفل. تعالوا بقى النهاردة هنعمل الفطيرة العظمة دي، طعمها حكاية ولذيذة جدا، غرقانة في الشوكولاتة كده وطعمها بجد لذيذ. دي الفطيرة اللي واخدة الترند بصراحة، تستاهل. بصوا كده طعمها لذيذ جدا، والحشوة بتاعتها من جوه حكاية. نبدأ كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. مكوناتها بسيطة جدا: نص كوباية من الحليب، وعليها نص كوباية من المية، والاتنين يكونوا دافيين. الحليب دافي والمية دافية، وعليهم 4 معالق أو 5 من السكر. تمام كده. وعندي بيضاية واحدة، هاخد البياض بتاعها واركن الصفار على جنب. اهي ناخد بياض البيضة بالصفار نخليه على جنب كده، هنحتاجه بعد شوية. عندي بقى معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، او الكيس اللي هو الباكت اللي بيبقى معلقة برضو، خميرة فورية. هنقلب كل ده كده مع بعضه تقليبة، خلي الخميرة تتداخل مع اللبن والمية الدافية. وننزل بقى بنص كوباية من الزيت، معلقتين فانيليا كده لو عندك فانيليا، او كيس نص معلقة او شوية، يعني نص معلقة كده فانيليا، وعليها نص كوباية من الزيت. ونقلب ده تقليبة كويسة. وننزل بقى ب3 كوبايات ونص من الدقيق، وهنحتاج واحنا بنعجن حوالي يعني معلقتين 3 كده، يعني من 3.5 ل4 كوبايات من الدقيق. تمام كده، 3.5 كوبايات من الدقيق، وذرة ملح، ومعلقة خميرة، معلقة خل، علشان ما يبقاش فيه زفارة للبيض خالص، وبيدي هشاشة للعجينة كده ويخليها جميلة. نقلب بقى المكونات دي كده في بعضها تقليبة كويسة. هنشيل كده المضرب بتاعنا وننزل بقى ايه بايدينا عشان نعجنها ونخدمها كويس. بس كده، العجينة مش هتحتاج اكتر من كده. خلاص، هنعجن العجينة دي كويس جدا لحد ما تلم معانا وتبقى ناعمة بالشكل ده. اهي ما احتاجتش لا ميه ولا اي حاجة، حطينا بس معلقتين دقيق في الاخر عشان تبقى مظبوط. انا عايزة القوام بتاع العجينة يكون كده. هنقسمها 2 بالظبط قد بعض، يعني بالتقريب كده يكونوا الاتنين مقاس واحد، علشان هنحط واحدة سادة وواحدة نحط عليها الكاكاو. اهو كده خلاص. نركن بقى البيضة دي نركنها على جنب. تعالوا بقى للكاكاو. دي عندي كاكاو خام، انزل بمعلقتين على العجينة، واحدة منهم. تعالوا بس ننقلها في طبق او في بولة واسعة. وطبعا الكاكاو عايز معلقتين لبن عشان يتفك بيه. نقلب بقى بالراحة كده العجينة في قلب الكاكاو، هتلزق بقى وهتعمل شكل، بس عادي طعمها حلو، الريحة حكاية. هتلزق شوية وبعدين ايه هتفك تاني. هنقلب كل ده لحد ما العجينة تتداخل في الكاكاو وتلم مع نفسها، تبقى بالشكل ده اهو، زي ما الفيديو واضح كده. خلاص كده خلصنا، عجناها كويس. ادي عندي العجينة البيضة والعجينة اللي هي عليها الكاكاو. هندهنهم سمنة زيت من على الوش ونغطيهم. هنحطهم في مكان دافي لحد ما يختمروا نص ساعة او اقل، يعني الدنيا باردة كده. ممكن نشغل الفرن ونطفيه دقيقتين كده ونطفيه، وندخل العجينة دي فيه 5 دقايق. ما شاء الله اقل من نص ساعة هتكون اختمرت وبقت بالشكل ده اهو. في مكان دافي هتختمر بسرعة، مش هتاخد نص ساعة. تعالوا بقى هناخد واحد العجينة البيضة ونفردها. بالنشابة بقى او بالمردنة او بايدينا، ونحاول نخليها مربعة بالشكل ده. تعالوا بقى نجيب المردنة كده ونفردها لما يبقى السمك رفيع خالص. كل الحراف والوسط وكله يبقى ايه مسافة واحدة ومتساوي، سمك واحد كده. تمام. تعالوا بقى هنشيل دي خالص، نركنها في صينية ولا حاجة على جنب، ونجيب البني نفردها بنفس الطريقة. مش هتاخد منا وقت خالص. انا عملتها ما شاء الله بالليل وانا قاعدة، ما خدتش حوالي ساعة زمن كنت عملتها، وحلوة جدا جدا.
هنفردهم ونحاول نخلي الاتنين مقاس واحد، عشان لما نحطهم الاتنين فوق بعض يبقوا الاتنين مقاس واحد بالظبط. خلاص كده نجيب بقى العجينة البيضاء اللي فردناها نحطها فوق البني، ونفرد بقى الاتنين، نحاول الاتنين يدخلوا من بعض مع بعض كده ويلزقوا في بعض. تعالوا بقى عندي الشوكولاتة بتاعتي، اي نوع شوكولاتة انتي عاملاه او شارياه او اي حاجة، وغرقيها بالشوكولاتة. انا اديتها 3-4 معالق حلوين كده، وكمان عليهم علبة دانت تدي طعم حلو وولادي بيحبوها، وعليها السوداني الناعم مجروش. ونغرق الحشوة دي بقى كده، نغرقها بالحشوة دي هتبقى طعمها بجد لذيذة بالشكل ده كده. خلاص تعالوا بقى نبرمها من الأول ونلفها في قلب بعض، اتنين العجينتين مع الحشوة في قلب بعض بقى كده. وفي الآخر هنقطع الحرف بتاعها بالتساوي بالشكل كده زي ما الفيديو موضح. هنلف بقى كل واحدة قطعة من دي هنلفها ونبرمها بالشكل ده علشان تدي طاقية السلطان بجد. هخلصها بقى كلها هتبقى بالشكل ده، الشكل جميل بصراحة. عندي بقى الصينية بتاعتي مدهونة سمنة او زيت ورشاها بريحة دقيق، ولازم الخطوة ديت عشان لما نيجي نقلبها تطلع من الصينية بسهولة. هنلف بقى كده باقي الفطيرة على بعض كده اهو، زي ما الشكل واضح كده، جميلة وسهلة ومفيش فيها اي صعوبة. خلاص كده لفيناها زي الفل. الصينية بقى ندهنها زيت ونبدرها بريحة دقيق، ونحطها في الصينية كده في النص بنلفها وندخلها في مكان دافي تختمر تاني مرة نص ساعة ولا حاجة. عندي بقى صفار البيضة اللي كان في الأول حطينا عليه معلقتين من اللبن ومعلقة فانيليا وريحة خل، وندهن الوش بتاع الفطيرة بتاعتنا دي. أنا هنا بقى ولعت الفرن يسخن، أول ما يسخن على نار عالية جدا ندخل الفطيرة، نهدي النار خالص وندخل الفطيرة. هتقعد بالظبط ساعة إلا ربع، هتكون احمرت من تحت ومن فوق بالشكل ده. أنا مولعتش الشواية، هتاخد اللون الروعة ده. بعد ما تطلع بقى عندي معلقة زبدة ولا حاجة ندهنها زبدة من على الوش ونغطيها 2 هتطرى وتبقى تحفة، وطعمها فعلا تستاهل التجربة وتستاهل الوقفة في المطبخ تتعمل. الولاد بيحبوها موت وبيعشقوها، طبعا ولادنا بيموتوا في اي حاجة فيها شوكولاتة وغرقانة شوكولاتة بالشكل ده. ما تنسونيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب للي اول مرة يشوف قناتنا على اليوتيوب. استودعكم الله.